السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعطيكم قصتين وردت في القرآن، وهي لغريقين ذكر في كتاب الله. الغريق الأول نبي من أنبياء الله، يونس بن متى. هذا النبي أرسله الله عز وجل إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام، ولكنهم رفضوا أن يؤمنوا، فأوحى الله إليه أن العذاب سينزل إليهم. هو بلغ القوم وقال أن العذاب سينزل، فالناس قالوا راقبوا يونس، إذا جلس فلن ينزل العذاب، وإذا خرج معناه أنه فعلا في عذاب. اليوم الثاني خرج يونس بدون أن يأذن الله له. الناس لما شافوا يونس خرج تابوا إلى الله ورجعوا. أما يونس فذهب إلى ذلك الفلك اللي هو السفينة، يعني ركب فيها، ووصف الله تعالى الفلك اللي ركبه هو أنه الفلك إيش؟ المشحون، يعني أنه كان مكتظ مليء بالناس والبضائع. هاج بهم البحر، فقرر قائد السفينة أنه لابد أن تخفف الأحمال، وبدأوا يخففون الأحمال وبدأوا يرمون ما ليس له فائدة. المهم ما زال البحر هائج. قالوا إذا الحل أن احنا نرمي القرعة، فمن تخرج عليه القرعة نرميه في البحر. فساهم يعني ساهم معهم في القرعة، فكان من المدحضين. كان كل مرة يرسب وتسقط تطلع عليه القرعة، كل ما رموا القرعة تطلع عليه. هم ما يريدون أن يرمونه، يعرفون أنه الرجل الصالح الذي يحبونه، فكل ما رموا القرعة تخرج عليه. عرف أنه هنا فيه سر وأنه مقصود، قال إذن أنا ألقي بنفسي، ورمى بنفسه في البحر، وما أن وصل الماء حتى التقمه ذلك الحوت العظيم. أخذه الحوت وراح في بطن البحر، واجتمعت على يونس ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل، وظلمة البحر. وهو في ذلك المكان السحيق البعيد كان ينادي: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قال يا رب نجني وخرجني واخرجني، لا، قال لا إله إلا أنت، آمنت توحيد، سبحانك تنزيه، إني كنت من الظالمين اعتراف بالخطأ. وبدأ يكررها. بعد فترة، لبث فترة من الزمن، ثم بعد ذلك أخرجه هذا الحوت إلى جزيرة، فأنبت الله له شجرة من يقطين، ونبع له الماء فشرب وعادت له حياته. نقف هنا عند يونس. نريد أن نذهب إلى الغريق الآخر. الغريق الآخر هو فرعون. فرعون كان فيه طغيان لدرجة أن الله أعماه عن الحق. كثير من الآيات كان يتحدى فيها موسى، وفي كل مرة كان موسى ينتصر، ومع ذلك مصر. جاءه بالسحرة، وجاءه بالقمل والضفادع والدم، وكل الآيات ينتصر فيها من؟ ينتصر فيها موسى، ومع ذلك مصر على طغيانه. الله عز وجل أمر موسى بأن يخرج ببني إسرائيل، فأخذ بني إسرائيل وذهبوا إلى البحر. ذهبوا فواجههم البحر. الآن البحر أمامهم، وفرعون ومن معه من الجيش خلفهم. فالناس كانوا حول موسى، وكانوا بمئات الآلاف، عدد كبير جدا، كانوا يصيحون إنا لمدركون إنا لمدركون. المهم أن الله عز وجل يعني نجى موسى ومن معه بمعجزة عجيبة. توقف البحر كالجبال، وهذا شيء غريب لا يحدث. كان فرعون في الخلف ينظر إلى موسى وقد اخترق البحر، ومع ذلك طغيانه وكبره رفض أن يرجع. يعني أنت قاعد تشوف معجزة أمامك، ليش ما ترجع؟ لكن خلاص أعماه الله. ثم ذهب حتى لما كان في وسط البحر انطبق البحر عليه فغرق، فصاح كما صاح يونس: آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طيب هل أنقذه الله؟ ما أنقذه الله. لماذا أنقذ الله يونس ولم ينقذ الله فرعون؟ الجواب من القرآن. أما يونس فقال الله له: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولو كان نبي. إذن ما الذي نفعه؟ أنه كان يعرف ربه في وقت الرخاء، فعرفه الله في وقت الشدة. طب فرعون ماذا رد الله عليه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني الحين عرفت الله لما جتك الشدة. إذن يونس وفرعون يعطونا درس عظيم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اربطوا حبالكم بالله وأبشروا بالخير.
صلى الله على نبينا محمد.